بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بيكم شباب COC. بكمل معاكم رحلة الصوم الكبير. وصلنا للأسبوع السابع المعروف بأحد الشعنين، دخول المسيح أورشليم، بداية قصة الصليب. كل مرة بنقرأ إنجيل واحد، كله كان يوحنا أو معظمه كان يوحنا لكن النهاردة بقى هنقرأ من متى ومرقس ولوقا ويوحنا دخول المسيح إلى أورشليم. وعندنا نبوة مهمة جدا ونحفظها، زكريا 9:9 سهلة. ابتهجي يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، وذا ملكك يأتي إليك وهو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وجحش ابن أتان. زكريا 9:9. حقيقة يوم حد الشعنين ده يوم عجيب قوي. في حاجتين، يوم مفرح وفي بداية صوم أسبوع الآلام. اليوم ده يوم مفرح، فرحانين بالرب يسوع ملكنا وعرسنا وفدينا ومخلصنا. يوم تسبيح وترنيم، نطرح ثيابنا لو نخلع على إنسان العتيق، نفرش قدام الرب يسوع أفضل ما عندنا قلوبنا، نستقبل الرب يسوع كملك ومخلص وعريس. كانت عادة أهل أورشليم يستقبلوا الحجاج. خلي بالك، كان شعب بني إسرائيل يروح أورشليم يعيد عيد الفصح، كل الناس من كل حتة. فكان شعب أورشليم يستقبل الحجاج بأغصان الآس والصفصاف وأغصان النخيل، ويقف اللاويين على قمة الطريق الموصل للهيكل يترنموا مزامير الهليل من مزمور 113 ل 118. خلي بالكم، الأعياد اليهودية تحمل مفهوم مسياني. كان موكب عيد المظال ينتهي بدورة الكهنة حول المذبح ويرددوا مزمور 118: يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب. خلي بالكم بقى، فصح السنة دي سنة 33 ميلادية يختلف عن كل سنة، لأن خبر إقامة الرب يسوع لعازر امبارح. خلي بالكم، إقامة لعازر، سبت العازر فعلا كان قبل دخول المسيح أورشليم بيوم. فكان خبر إقامة لعازر انتشر بين الجموع، فأشعل قلوب الناس اللي قعدوا سنين طويلة ينتظرون المسيح. عواطف ملتهبة، أسئلة كتير، شعب يترجى، خلاص غرسوا فيه الأنبياء بوعود الأنبياء. السيد المسيح هنا أرسل 2 من تلاميذه بطرس ويوحنا يحضروا الأتان والجحش. المسيح طول عمره على الأرض يهرب من المواكب. المرة دي الوحيدة، الأولى والوحيدة، إنه يعمل موكب ويحضره بنفسه، موكب عجيب وبسيط ما سمعناش عنه قبل كده، موكب من المساكين والبسطاء، تسابيح الأطفال والعمالين يتحركوا وعمالين الجماعات تخش، وروح النبوة يشير إن ده الملك اللي قال عنه زكريا. فنظر رب يسوع إلى مدينة أورشليم وبكى عليها لأنها لا تعرف زمان افتقادها. وهنا بيفكرنا، خلي بالك، المسيح بيبص لنا قرب نهاية الصوم كده، لو لقى حد ما تابش لسه يبصوا للمسيح باكي، مش كده؟ ألا ها بيتكم اترك لكم خرابا. عشان كده المسيح بيبص لنا في نهاية الصوم، تبتوا لسه؟ طب عندكم فرصة لسه، أيام قليلة في أسبوع الآلام، توبوا، قد اقترب منكم ملكوت السماء. أحد الشعنين أحد جميل وعيد جميل، في فرح، في ترنيم، في نفس الوقت يبقى دخول على أسبوع الآلام. كل سنة وانتم طيبين. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.